الناس الكل نعرفوا انه ماهيش حاجة باهية اذا كنت تطرد من خدمة، اما خلينا نشوفوا الحكاية بطريقة اخرى ونشوفوا الميزات. اذا صاروا طردت من خدمة فهذا معناه حاجة من اثنين: يا انت ماكش في الخدمة اللي تناسب مواهبك، يا انت في بلاصة ماهيش عطيتك قيمتك. ونجم نعطيك امثلة كيما اوبرا وينفري اللي هي من انجح ما فما في مجال التلفزة. كانت تخدم مقدمة اخبار في قناة محلية اللي مديرها طردها وقال لها ماكش متاع التلفزة. شوف سبحان الله، من بعد اوبرا شنيا ولات. فما زادا والت ديزني اللي طرد من الجريدة اللي كان يخدم فيها، اللي مديرها قال له ونحبكم تركزوا معايا على السبب، قال له ما عندكش مخيلة باهية للإبداع، اللي هو على فكرة اللي عمل ميكي ماوس وبقية الشخصيات اللي كلنا نعرفوهم. نجموا معناها نقولوا انه الخروج من خدمة معينة هو اكبر دافع باش تطور من روحك وتوري روحك قديش تنجم توصل لبعيد، وتخرج من الدوامة متاع الخدمة من 8 ل5 وتستنى فلوس مريرة في الشهر. نعرف ماني جايب السيد من وذنه، والكلكم تعرفوا انه الخدم تحت العباد بشهرية ماهيش باش توصل لبعيد. اما المشكلة انه بالرغم هذا معظم الناس باقي راكشة في الخدم، وللأسف كان ما تصيرش حاجة تلز ويبقى راكش. حتى كان ماكش باش تولي تخدم لحسابك الخاص، على الأقل تكون في بلاصة تقدر إمكانياتك. أما بحكم عنا عقلية المسمار في حيط، العباد ديما تميل لأنها تستقر في خدمة واحدة، رغم أنه ينجم يتطور أكثر ويقدم أكثر في بلايص أخرى. وكيف كيف كما تصيرش حاجة تلزو يبقى ريكش. في الاخر نقولك انه برشا حاجات تكون باهية والا خايب حسب منظورنا احنا وحسب احنا كيفاش نتعاملوا معاه. دونك لازم ديما نشوفوا الباهي في كل شيء.